بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنا معايا الفراخ النهاردة اليوم 31. الحمد لله يعني ربنا كرم والدورة مشيت على سلام وربنا كرمني، والعلف اللي أنا جبته جديد يعني الحمد لله طلع أحسن من العلف اللي كنت بستعمله قبل كده. يعني الحمد لله العلف اللي هو علف القاهرة زي ما قلت لكم قبل كده إن هو طلع إدى معايا أوزان ونتائج أحسن، فأنا حبيت أقول لكم كده لأن يعني المفروض الدورة كان لما ربك بيسهل وبتنتهي بدري يعني من 33 ل 35 يوم، وطبعا الأمور ما ظبطتش بتقعد ل 40 يوم، لكن الحمد لله يعني أنا شايفة الفراخ كانت بقت كل يوم في زيادة وشكلها حلو، الاعتناء بها والمحافظة عليها وإن أنا أظبط درجة حرارتها يعني ربنا كرمني وانتهت معايا بدري. والعلف فعلا طلع إن هو علف كويس لأن الناعم فيه تركيزه 24% مش 23. أصبح إنه العلف السوبر علف الشركات أحسن من العلف الشعبي. طيب يبقى احنا نستعمل ده بقى علف الشركات، علف غالي ومش هتفرق كتير ويبقى أحسن. أنا طبعا كنت بجيب الراجل ياخد الفراخ ومرات كنت بجيب في البيت، ففيه ناس بقى من جنبية الفراخ غالي وسعرها غلي، وقالت لما تبيع الفراخ يبقى عاوزين فراخ من الفراخ، لأن زي ما انتم عارفين الفراخ بتاع البيت بتبقى أحسن من الفراخ اللي هي بتبقى في المزارع. والفراخ يعني الحمد لله هي سعرها رفع الأسبوع ده، الأسبوع اللي فات كان نازل لكن الأسبوع ده سعرها رفع. أما سألت عليها عند التاجر لقيتها ب 66. سألت على سعر الكيلو لقيت الكيلو ب66، بعت وأنا هنا في البيت ب63، لأنه أنا اللي هياخدوه المعارف والجيران والأهل وكده. ووزنت الفراخ يعني على الشهر لقيت فيها أوزان حلوة، فقلت طيب وأنا أتعب نفسي بقى وأخليهم، وبرضه محدش يضمن الظروف زي ما حضراتكم عارفين الجو برد، والواحد بقى يبقى الحمد لله يحمد ربنا على إن هو يديه. ووزنت لقيت أوزان حلوة، بدأت أطلع من الفراخ من بداية اليوم 31. وزي ما شايفين ما فيش بقى إلا كمية قليلة من الفراخ. أنا دلوقتي عندي 40 فرخ، هم كانوا 90 بعت 50، وعندي 40 هخلي منهم 20، وال20 إن شاء الله برضه هيتباع، في ناس قايلة لي عليهم. وطبعا هوزن معاكم على إن أنا طلعت الأوزان. طبعا لما ببدأ أبيع بنقي الأوزان الكبيرة، وهوزن معاكم الفراخ ونشوف اللي هو متبقي. يعني أنا بعت الفراخ اللي أنا بعتها أوزان من 2 وربع ل 2700، يعني 2 300 2 400 500 600، بس يعني متوسط الأوزان من 2 وربع ل 72. وده الباقي بقى فيه وهوزن معاكم وهنشوف. وده بسبب إن هو الواحد أهم حاجة للفراخ النظافة والمحافظة على درجة الحرارة. لازم نحافظ على درجة حرارة مظبوطة للفرخ وندفيه في الأسبوع الأولاني فيديني أوزان عالية. وبرضه نوعية الكتكوت، أنا لما أجيب كتكوت كويس ونوعيته كويسة بالطبيعي يبقى هيديني لحم، لكن الكتكوت لما يبقى نوعيته مش كويسة مهما أكل ولا مهما دفيه مش هينفع معانا. وزي ما شايفين الفراخ يعني الحمد لله بسم الله ما شاء الله كويسة. كانت نوعية الفراخ دي رص، وحافظت عليها الحمد لله. وقلت لكم في الفيديوهات اللي قبل كده اللي يسمعني لأول مرة ما تنسوناش في الاشتراك في القناة وما تنسوناش في اللايك. وقلت لكم في الفيديوهات اللي قبل كده ازاي احافظ عليها من الاسهال ومن الكوكسيديا ومن الكوليستيريديا، عندكم في الفيديوهات وهسيب لكم اللينك في صندوق الوصف. ودلوقتي هوزن الفراخ ونشوف الاوزان اللي باقيه قد كيف ومتوسط الاوزان. بس هنا البريزه اللي في الاوضه دي بايظه، هطلع بره واحمد هيجيب لي الفراخ وهنوزن ونشوف قد كيف. انا عندي اهو الميزان انا كده مشغلاه ومصفراها اهو مفيش حاجه اهو. هات يا احمد فرخه من اللي عندك، ادخل هات فرخه من الفراخ من جوه عشان نزنها. يلا بسرعه يلا تعال حطه على الميزان. حطها كويس بقى اهو. وانا وقفت انا اهو. الفرخه كده مش راضيه تقف على الميزان. انا هحط الكرتونه هنا اهي وهصفر كده معاكم الميزان. الكرتونه دي كيلو الا ربع كده. انا صفرت بقى الكرتونه كده بقى الفرخه ما تقدرش بقى لا تهرب لا كده ولا كده. وهي الفرخه كده دي 2 كيلو 200، يبقى الفرخه دي معايا 2 و200. شيلها وهات غيرها حطها في الميزان. اهي دي اهي بسم الله ما شاء الله كده
هاي 2650. الفرخة دي 2650. شيلها وهات واحدة تانية كده. حطها. وادي 2 كيلو ونص زي ما حضراتكم كده اهي شايفين معايا اهي. دي 2 ونص. دخلها يا احمد. دخلها يا احمد. جبتها خلاص ماشي مش مشكلة. حطها بقى. هاي دي 2,400. معانا بقى الفراخ انا جبت فيها برضه 2,400 2,600 لحد 2,700 كانت اكبر حاجه. بس الحمد لله يعني في اليوم ال 31 وكده مقرب على 3,400. دي معناها ان لو قعدت 3-4 ايام تاني يمكن كانت عدت ال 3,5. بس الحقيقه الصراحه انا العلف اللي عندي خلص وقلت بدل ما اشتري علف واتعب نفسي يبقى الحمد لله انا اشوف الاوزان الحلوه اللي فيهم وكان فيهم حاجه خفيفه اخليها ليا واجيب لهم علف يبقى حتى العلف خفيف عليا. على الرغم ان هو الجو سقع يعني اليومين دول وانا كنت مركبه لهم لمبتين بس اللمبه الثانيه اتحرقت. جيت اركبها لقيت الدوايه بايظه. الحقيقه زهقت من قصه اللمبات دلوقتي ما عادش بتستحمل. مفيش يعني انا الفراخ دلوقتي لحد دلوقتي استهلكوا معايا 5 لمبات. بتتحرق اللمبات وما بتقدرش ما بتستعملش. لكن انا والله الحقيقه هم دافعين الفراخ دول لحد اليوم ال 24 كانوا دافيانين وعليهم اللمبتين كانوا امورهم كويسه واحس انهم بيزيدوا في اول اليوم وفي اخره. غير لما اللمبه الثانيه اتحرقت يعني زي ما انتم حضراتكم عارفين الجو برد وهنا الفراخ هنا مربياها في مخزن وفاتح بحري برضه بالدور الارضي فبيبقى صعب يبقى الجو بارد. يعني هي درجه الحراره من غير اللمبات فيها 11 درجه. قالت لك عاوزاهم كام؟ عاوزه فرختين 2,400 2,5. ماشي. قالت لك 2,400 2,5 يا ولا؟ ايه. دي 2,350 كده عليها. يبقى دول 2 5 كيلو الا ربع. 5 كيلو الا ربع في 63. قولي لي ولا انا سألت عليه في تطون لقيته ب66 فببيعه ب63. فدول كده قاطعين ب 269 299. قولي له 5 كيلو الا ربع ب63 لان هو بره شغال ب66. قاطعين ب 299 قولي لها يبقى 290. 290؟ زي ما قلت لكم هم دافيانين والله كانوا بيزيدوا بسرعه رهيبه. طبعا بعد ما اتحرقت اللمبات وجبت والله لمبتين في نفس الوقت وحطيتها في الدوايه وبصيت لقيتها وانا بحطها جت طافيه وفرقعت فما زهقت يعني الحقيقه وخليتهم بلمبه واحده وقلت انا اعمل لهم ما بقى هم حرين. لكن الحمد لله يعني ان ربنا كرمنا على قد كده وهم على ما يعني انا عندي الفراخ يعني الحمد لله بتبقى طعمتها كويسه وحلوه. فعلى ما ببدا ان انا ابيع منها الناس بتجي يعني وتاخدها بسرعه. لكن انا جيت الحقيقه يعني تبعته للتاجر مره واحده بتبقى احسن ليا ان هو بياخد التاجر صحيح بياخدوا اقل لكن بيزنهم كلهم بيحطهم في القصب بيشيلهم كلهم مره واحده وبيديني الفلوس مره واحده. لكن انا طبعا لما الناس والجيران قالوا لي قلت لا عادي هديهم وما بعرفش بقى الحاجات البواقي يعني زي ما طلعوا دول 299 طب اقعد اقول له عادي 299 ولا 295 بسيب التسعه وبقول يعني ما فرقتش فرق بسيط وربنا له طالما بيبارك في الحاجه فالواحد الحاجات البسيطه دي معاه تبقى فرقها بسيط. ويبقى انا عجبكم الفيديو ما تنسونيش في الاشتراك في القناه وعمل لايك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.